عندنا تاريخ سينما في مصر فيه كل حاجة بتحلم بيها، بس احنا اللي نسينا ان اي حاجة المفروض بتتطور مش بترجع للخلف ضر. كل فيلم من بداية السينما تاريخ يتبني عليه وفكرة ينفع تتطور مع الوقت. عاوز حدوتة وتراجيديا وحاجة تخليك تقطع شرايينك تلاقي، عاوز كوميديا تموتك من الضحك هتلاقي، وكل ده بطعم مختلف عن اي سينما ممكن تشوفها. شخصية مختلفة لانها سينما بتعبر عن شخصية بلد متفردة ومختلفة، شخصية فيها حضارة وحاضر. حاضر كنا بنعرف في وقت من الأوقات نعبر عنه، كنا بنعرف نعبر عن قضايانا، بنعرف نسرد حدوتة ونقنع الجمهور بيها، كنا بنعرف نوجد حالة مختلفة عن أي سينما ممكن تشوفها، لأنها كانت سينما خارجة من الأرض، خارجة من واقع إحنا بس اللي عايشينه. حتى لما قررنا نعمل سينما من أجل السينما والمتعة وبس، قدرنا نعمل سينما غنائية بحدوتة أشبه بحواديت أميرات ديزني. حدوتتنا النهاردة عن فيلم غزل البنات، آخر فيلم للرائع نجيب الريحاني وإخراج أنور وجدي. وقبل ما نبدأ يا ريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وما تنسوش تدعمونا باللايك، لأن ده أكيد بيساعدنا إننا نستمر. ده الأستاذ حمام، ودول الزغاليل، ودي الزغلولة الكبيرة، الأميرة بنت الباشا ليلى. الباشا اللي بيجيله خبر إنه بنته ليلى بنت الباشا شالت ملحق في مادة اللغة العربية. هل ده عشان تعدي الملحق؟ ساعتها كانت بنت الباشا بتغني اتمخطري وتميلي يا خيل. اتمخطري وتميلي يا خيل ورقصي ويا ريس الليل واتمخطري يا خيل اتمخطري يا خيل. بيتنقل الموضوع للأستاذ حمام، أستاذ اللغة العربية في حصة المطالعة، وهو بيعلم النشء الفرق بين يحتال ويختال، وإن الأسد ممكن يتكلم لو وزارة المعارف عاوزاه يتكلم. والأسد بيتكلم؟ ما بيتكلمش، لكن وزارة المعارف عايزاه يتكلم. الأسد بيتكلم اقعدي. الأستاذ حمام المدرس الجهبذ المفلس اللي مرتبه عبارة عن 6 جنيه، اللي العيال ممرمطين بكرامته الأرض حرفيا وهو لا حول له ولا قوة، والناظر هو كمان ممرمط به الأرض وبيطرده من المدرسة بعد ما بيديه الربع جنيه الباقي من مستحقاته في المدرسة، اللي بيقلبه منه الفراش وهو خارج عشان يبقى على الحديدة. ساعتها بيظهر قدامه الخادم سكرتير الباشا عشان ياخد الأستاذ حمام لقصر الباشا عشان يدرس اللغة العربية لبنت الباشا. ولما الأستاذ حمام بيخش القصر بيحاول يستفهم من السكرتير عن طريقة معاملة البشوات، وهل هم بني آدمين زينا ولا كائنات خارقة من عالم موازي غير موجود محتاج كورسات وشهادات دكتوراه عشان نقدر نتعامل معاهم. وبيحس كأنه لحن نشاز في قلب مقطوعة من المادة والفلوس اللي حواليه، اللي حتى الكلب فيها جايبين له مسؤول عنه بياخد في الشهر 30 جنيه، وهو كان مسؤول عن بني ادمين ومرتبه 6 جنيه. القصر اللي خادم الكلب فيه لابس باشا والباشا لابس جنايني، وبيتخانق حمام افندي مع الباشا وبنت الباشا، والباشا بيطرده، ولكن بنت الباشا بتتهمه بسرقة عقدها، فبيبدأ الباشا وخدم الباشا يبهدلوا الأستاذ حمام نحن الزغاليل اللي بيصور عليهم بعد ما بيتهموه بالسرقة، وبيكتشفوا إن ليلى بنت الباشا كانت ناسية العقد في الحمام عادي جدا. لكن ثورة الأستاذ حمام بعد مرمطته يتبعها معلش من الباشا. بكاء الأستاذ حمام بيأثر في ليلى بنت الباشا، فبتقرر بنت الباشا إنها تساعد الأستاذ حمام نحن الزغاليل وتخلي أبوها يوافق إنه يديها درس اللغة العربية. لكن الباشا مش موافق على منظر الأستاذ حمام اللي بالنسبة له هيبقى منظر منفر. إزاي يصطبح كل يوم بخلقة بالشكل ده؟ فلازم يحلق دقنه ويستحمى ويبقى بني آدم يليق بإنه يدرس لبنت الباشا. كد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ حمام نحن الزغاليل. بعد مشاكل الأستاذ حمام نحن الزغاليل بيتحول 180 درجة لحمام بيه أبو ماهية 15 جنيه لمجرد إنه بيدرس لبنت الباشا، لدرجة إن ما كانش عنده مشكلة إنه يضيف منحلة لأخوات كان، طالما الباشا عاوز منحلة نديله منحلة، وكله بالحب. وسعادتك بتقول منحلة؟ امال بقول الصبح منحلة من اخوات كلام. وبتبدأ ليلى بنت الباشا تلعب بعقل الأستاذ حمام في محاولة لإلهائه عن غرضه الأساسي وهو التدريس. بيبدأ الأستاذ حمام يهيم بليلى ويصبح مجنون ليلى الذي لا يليق بليلى،
وليلى بتبدأ تداعب الأستاذ حمام كأنه لعبة بالنسبة لها بتلعب بيها وترميها وقت ما هي عاوزة، وفي نفس الوقت على علاقة بشخص مجهول اسمه أنور بتتبني ما بينهم علاقة حب غير واضحة. بيزيد هيام الأستاذ حمام ببنت الباشا كل لحظة، وبيتحول لأسير تحت إيديها وتحت ابتسامتها لحد ما بيخرجوا مع بعض الصعلوك الملقب بالأستاذ حمام نحن الزغاليل، ومعه الأميرة ليلى بنت الباشا اللي بتستغل الأستاذ حمام في إنه ياخدها عشان تروح تقابل حبيبها المجهول أنور. حاسس بمصيبة جايالي يا لطيف يا لطيف، مصيبة ما كانتش على بالي. يا لطيف يا لطيف. بيكتشف الأستاذ حمام إن ليلى واخداه كازينو عشان تقابل حبيبها، ولما بيكتشف إن حبيبها ده من الذين يلهون بعقول البنات الصغيرات عشان ياخدوا فلوسهم ويضحكوا عليهم بيتجنن، وبيحاول بكل الطرق إنه يخرجها من الوكر ده، لكن كل ما بيحاول بيفشل وبيطردوه من الكازينو، ويحاول مرة تانية ويطرد برضه، وبيفضل الأستاذ حمام يفكر في حل للموضوع ده لحد ما بيلاقي الأمير وحيد الطيار اللي بيلجأ له عشان يساعده انه يخرج ليلى من المشكلة اللي هي فيها. وزي كل ابطال الروايات والفارس اللي بيجي على فرس ابيض عشان ينقذ حبيبته، بيظهر وحيد وبيخش وبيقدر يخلص ليلى بنت الباشا من ايادي الاشرار داخل الكازينو. وكالعادة والطبيعي بيبدأ الامير والاميرة يحبوا بعض، والاستاذ حمام بيغلي من جواها. الاستاذ حمام اكتشف انه بعد ما انقذ ليلى من الاشرار وقعها بايديه في ايد وحيد، فبيبدأ يحاول بكل الطرق انه يبعدها عن وحيد الطيار عشان حبه ليها اللي مش قادر هو يتحمله. فسبحان الله ويا للصدفة بينزل أستاذ حمام وليلى قدام بيت يوسف بيك وهبي، وبيدعي ان ده بيت الباشا وبنت الباشا، وبيدخلوا يقابلوا يوسف بيه وبيحكوا له عن رحلتهم، وبيلمح يوسف وهبي الحب والعشق في عيون حمام افندي، وبيحكي لهم عن الرواية اللي بيقدمها اللي فيها نفس الحدوتة. وسبحان الله برضو الموسيقار محمد عبد الوهاب بيعمل بروفا الساعة 2 بعد نص الليل في فيلا يوسف وهبي عشان يغني وعشق الروح ملوش آخر لكن عشق الجسد فاني. وعشق الروح ملوش آخر لكن عشق الجسد فاني. لحظتها بتنزل دموع حمام افندي اللي بيحاول يخبيها وما بيعرفش، وبيقول لها يوسف وهبي ان حمام افندي عاشق ليها لكنه عاشق ضعيف. وساعتها وبعد البكا ومواجهة الواقع بيقرر حمام افندي يتنازل عن حبه ويساعد في انه يجمع بين قلب حبيبين ويكون هو الشاهد على حبهم، ويفكر في ان سعادة ليلى اهم من سعادته. الفيلم مليان بالأغاني بصوت ليلى مراد الجميل وأغنية محمد عبد الوهاب الرائعة. هو فيلم عبارة عن شو متعة لأجل المتعة، وكان بمثابة الوداع الجميل لجميل الشاشة نجيب الريحاني، اللي كان مشهد نهاية الفيلم كأنه الوداع الأخير، لأنه فعلا مات بعد تصوير الفيلم ده وقبل عرضه. شكله هو بيواجه الكاميرا وهو بين الأبيض والأسود، وكأنه كان بيبص للناس النظرة الأخيرة، نظرة أخيرة لرحلة كانت عظيمة وأثرت في شكل السينما المصرية لحد اللحظة اللي احنا فيها. الفيلم كان مجتمع نجوم بعد طبعا نجيب الريحاني وليلى مراد وأنور وجدي ويوسف وهبي ومحمد عبد الوهاب، كان برضو بداية لنجوم كتير كانوا لسه في بداياتهم زي محمود المريجي وفريد شوقي وزينات صدقي، كأنه كان بوابة لنجوم جيل جديد. فيلم بيعلن نهاية جيل نجيب الريحاني وبداية حقبة جديدة بجيل جديد. أداء نجيب الريحاني مفيش اتنين يختلفوا عليه، أداء كالعادة سلس وبسيط وممتع، لكن ليلى مراد مش أفضل ممثلة ممكن نشوفها، بس دور سليمان نجيب الباشا، الدور اللي معمول بشكل كاريكاتيري لذيذ من أكتر الأدوار الممتعة في قلب الحدوتة. وأنور وجدي إخراجيا قدر بذكاء إنه يجمع كل الخيوط دي عشان يقدر يخرج لنا فيلم جماهيري ممتع. لو عجبكم الفيديو أتمنى تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك للفيديو، لأن ده أكيد بيساعدنا إننا نستمر. وقولوا لنا إيه رأيكم في فيلم النهاردة في الكومنتات. سلام عليكم.